كحك العيد الدايب الناعم الجميل المقطقط ده اسمه كحك البشوات. الكحكايه كده تدوب في البق، يدوب يا دوبك كده، تحطيها تلمس لسانك تدوب معاك، وفي نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها وانت حطاها على ايدك. لو عايزه تعرفي مكوناته وبالتحديد كده بالملي، تعالي نتفرج على الفيديو كله من اوله لاخره، وهتحطي المكونات بالملي هيطلع معاكي كحك ناعم دايب. كحك الحركات ده اسمه كحك الحركات. بتاع مين؟ بتاع منى زكريا. كل سنه وانتم طيبين. هنتفرج على الفيديو ونشوف المقادير بالظبط. تعالي معايا، سمي بسم الله وصلي على رسول الله وقولي يا هادي، وكل سنه وانتم طيبين وكل عيد وانتم طيبين وتاكلوا الكحك الدايب الناعم بتاعنا بالف هنا وشافه. عندنا هنا كيلو من الدقيق هننخله. دقيق مخبوزات يا بنات، او اي دقيق، نوع دقيق انت تحبيه، بس يكون دقيق. اهم حاجه في موضوع الدقيق ده يا بنات موضوع التخزين، هو بيفرق معاكي كتير قوي تكوني جايباه من مكان بيخزن صح. تمام كده، سايب بقى شركات اللي يريحك. هننخله بنطلع منه الهواء سواء ده او ده. تمام كده. عندنا معلقه من السكر البودر ده بالنسبه للكيلو الدقيق، نص معلقه من البيكنج باودر، تمام، نص معلقه من الخميره الفوريه، خليك معايا في المقادير كده، ورشه ملح، تمام، وعندنا برضو في حدود ربع معلقه من ريحه الكحك. بس كده، وادي المواد الجافه بتاعتنا سهله وبسيطه، ومش هنحط اكتر من كده. دي رشه الملح يا بنات اهي، تمام، وقلبيهم على بعض. هنحط قد ايه سمنه يا منى؟ هنحط نص كيلو سمنه، 500 جرام. عايزه تحطي 550 تمام، بس انا بشوف ان 500 جرام تمام عليه، حلو قوي قوي قوي. هناخد من نص كيلو سمنه ده معلقتين، نحمص فيهم معلقتين السمسم اللي انتوا شايفينه ده، بس مش هنحمصهم تحميصه كامله، هخلي لونهم فاتح بحيث لما يخشوا الفرن ما يحرقش معايا ويمرر لك الكحك. خلي بالك من الموضوع ده. حمرناهم، حطيناهم زي ما انت شايفه كده على الدقيق وقلبناهم. تكون السمنه بتاعتنا اللي احنا حاطينها على جنب، بقيه السمنه مقدوحه زي ما انت شايفه كده. ده اسمه الكحك على السخن. تمام كده يا حبايبي. حابه تعمليه على البارد مفيش مشكله والله، بيطلع حلو برده، حاجه براحتك خالص. تمام، ده حلو وده حلو، وكل سنه وانتم طيبين. قلبي بقى بمعلقه، لان طبعا انت عارفه ان السمنه المقدوحه دي يعني عافاك الله، يعني دي ربنا يسترها، ما حدش يعني يحط ايده فيها الا لما تحس ان هي بدات تهدى. بصي انا مش عارفه امسكها ازاي، بصي لسوعت ايدي والله، بس مش تعجني. تمام كده. وبعد ما بسينا وشربنا السمنه كلها، لازم الدقيق بتاعك يشرب السمنه حلو قوي. بنحط كوبايه من اللبن زي ما انت شايفه كده، وبرده بلم العجينه مش بعجن. الكحك ما بيتعجنش يا بنات. تمام. تعالي بقى بصي العجينه طالعه لينه وجميله معانا ازاي. بصي بسم الله ما شاء الله، لا تشقق ولا تقشر معاكي ولا اي حاجه. غطي عجينتك كده وتعالي قطعي وظبطي. حابه تعملي منها بالحشو براحتك، حابه تعمليه ساده براحتك. انا هعمله ساده، احنا بصراحه مالناش في موضوع الحشو ده قوي. تمام. وانا بعشق الكحك الساده. بصي بقى، تعملي بقى الكحكايه الكبيره، تعملي الكحكايه الصغيره، تنقشيها، ما عندكيش منقاش عندك شوكه. انا مش بحب موضوع المنقاش ده قوي صراحه، ولا موضوع الشوكه، يعني انا احب البصمه قوي عن اي حاجه. زي ما انت شايفه كده اهي، تطلع معاكي الكحكايه جميله جدا جدا جدا. بصي طريه سهله ولينه في ايدك. هتعملي بقى واحده كبيره واحده صغيره زي ما انت عايزه. بصي ادي الشويه اللي احنا هنعمله، نعمل الصاج بتاعنا مع بعض. طبعا هكمل بقيه الكميه. انا احب الكحكايه على قد كده تكون صغيره قوي يا بنات، بتبقى حلوه قوي قوي قوي، بتفرق معاك. تحط الكحكايه بقى في البق كده تدوب معاكي، يا دوبك. هي الكحكايه بق عسل، بتبقى لذيذه زي كحك بره. بدل ما تشتري الكيلو دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى ب 400 جنيه، ما بقاش يعني، انتوا عارفين اصلا كده كده كل حاجه غاليه، فهو بسم الله ما شاء الله عدى وفلت يعني. ماشي. المهم زي ما انت شايفه كده هنعملهم كلهم، وهنكمل بقيه الصاج بتاعنا. حابه بقى ان انت تنقشي، حابه ان انت تعملي بصامه، حابه تعملي الاشكال اللي انت عايزاها، دي حاجه ترجع لك انت، مش ما فيش اي مشكله. الاشكال بتطلع زي ما هي كده، هتطلع معاكي زي بره بالظبط. تمام كده حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. اعملي بقى منشن لصاحباتك، خدي المقادير وخدي الفيديو كامل عندك سكرين شوت، بحيث وقت ما تيجي تعملي يكون عندك جاهز، ما تقعديش تدوري عليه. تمام كده. وادي الكحك بتاعنا كله بعد ما عملناه كله بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه كده، البصمه ببصمتها اهي. انا بحب البصمه دي قوي يا بنات، تخلي شكل الكحك جميل جدا جدا جدا، تخليكي تحسي بفرحه كده. يا رب كده يجي علينا العيد وكلنا نكون فرحانين، يا رب يجي علينا العيد واخواتنا كل اللي عندهم كرب كده ربنا يكرمهم. دي الكحكايه دي كانت الصينيه نزلت عليها، بصي بوظت الوش، انما مش مشكله، هتطلع حلوه وزي العسل. المهم كده يا بنات زي ما انت شايفه كده، هندخلهم الفرن
الفرن بتاعك بيكون سخن لكن بتوطي على الكحك. الكحك بيكون 160 من 160 ل 180. وخلي بالك طبعا بيختلف من كل الافران، ممكن يكون فرن عالي تاخدي بالك من القصه ديت، او فرن واطي بحيث ما يقعدش معاكي كتير في الفرن وينشف منك او كده. تمام؟ او لا قدر الله درجه السخونه من تحت تخلي لك الكحك من تحت يكون لونه مغمق. تمام كده حبايبي؟ تعالوا نشوف بقى الكحك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله بعد ما طلع من الفرن، بصوا ادي بسم الله ما شاء الله الكحك بتاعنا. تعالي نشوف من تحت بقى عامل ايه وهيبقى لونه من تحت. بص بقى، بص الكحكايه ناعمه ودايبه، يا دوبك تدوسي عليها كده تنزل في ايدك. حاجه كده احلى من بره 30,000 مره. ولا طعمه، ولا بصي مش عايزه اقول لك نوع السمنه اللي انت تحطيه ده بتاعك. طبعا لو عندك سمنه بلدي حلو يفضل، ما عندكيش خلاص اي نوع سمنه انت بتفضليه حطيه. الكحك يحب الزبده؟ لا، الكحك ما يحبش الزبده، الكحك يحب السمنه. بصي بقى لون الكحكايه من تحت عامل ازاي اهي. ده اللون اللي احنا عايزين نوصل له، ولا حرقناه ولا اي حاجه. وكل سنه وانتم طيبين يا بنات. تعالوا بقى نرص الكحك بتاعنا الجميل كده ونحط له السكر البودر بتاعنا الجميل. انا بقى طحنت كيس سكر عندي وحطيته عليه. انا بوريكم بس شكل الصينيه عامل ازاي. بصوا الجمال. كل سنه وانتم طيبين. قد ايه ريحه المخبوزات في البيت، وبالذات كحك العيد. بصي لو واحده طالعه منك مكسوره ولا مشققه ولا اي حاجه، في نفس الوقت ده تدوب في البق، في نفس الوقت تعرف تمسكيها. هنا كنت رشيت رصه زي ما انتم شايفين كده، وهنرص الباقي عليها ونبدا نرش عليهم السكر زي ما انتم هتشوفوا كده. تمام؟ انا برصهم بحيث يطلعوا اهرام كده. المهم هاتي السكر البودر زي ما انت شايفه اللي احنا طحناه مع بعض، لانك اكيد بيتهيالي ان انت مش هتلاقي سكر بودر بره، فحاولي تطحني انت في البيت. انا كده عملت كده. السنه اللي فاتت كنت جايبه الكيس ب 60 جنيه، انما السنه دي مش هنلاقيه اصلا، ولا 60 ولا 70. وادي الكحكايه بتاعتنا بعد ما رشينا عليها السكر. اوعوا تنسوني بدعوه حلوه، مش عايزه منكم غير اللايك وغير الشير والدعوه الجميله، وتقولي تسلم ايدك يا منمن. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا مع بعض في صفحتنا الجميله اللي هي صفحتكم انتوا. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.